جايز بعد اللي انا هقول ده تشوفوا اغلب البنات مجانين، لكن الحقيقة ان هما بيدوروا على اللي حقيقي بجد شاريين. لما تقولك سيبني لوحدي ما تسيبهاش، لما تقولك نبعد عن بعض قول اعرف انها طالبة اكتر للقرب. لما تغيب عنها وتلاقيها بتتعصب عليك وتسألك انت ليه بتعمل كده قولها وحشتيني، كلمة هتهديها. لما تلاقيها زعلانة قولها انا معاكي وجنبك ومش هسيبك، وقوليلي مالك، كل حاجة هتتحل طالما احنا مع بعض. لما تلاقيها خايفة من القرب ومن البعد طمنها. لما تلاقيها دايما متلخبطة ومفيش فكرة في دماغها مظبطها قولها قوليلي اللي بتفكري فيه وانا معاكي، وانك بتحبها زي ما هي، ولو عايز تغير حاجة فيها فده عشان انت عايزها احسن واحسن، وهي في نظرك هتفضل احسن واحسن. هما بيدوروا على الشرير لكن هما مش مجانين او عندهم هرمونات، لا. ايه اللي يأكد كلامك غير افعالك؟ مش انت اللي قلت لها انك في يوم مش هتسيبها ومش هتقدر تستغنى عنها، وانك عمرك ما هتسيبها في يوم تنام زعلانة، وانك هتصبح عليها وتقول لها تصبح على خير وهتكلمها كل يوم؟ فين ده؟ الخصام حلو بس ساعة 2 3، مش ايام ولا اسابيع ولا شهور، لان انت كده بتقسي القلب وبتكسر قلبها وبتكسر سندها اللي هو انت اللي قلت عليه. عارفة ان انتوا ساعات بتبقوا متلخبطين، لما تقولي ابعد اقرب، ولما تقولي مش عايزاك معناها انها عايزاني اكتر جنبها وفاهمة. هي مش حاجة ملخبطة، جايز انا بختبر غلاوتي عندك، اهميتي، ببقى دايما عايزة اشوفها. هتقولي والراجل بيدور على ايه؟ جزء تاني هقولكوا الراجل بيدور على ايه. بس الراجل دايما لازم يقدم السبت عشان يلاقي الحد، ويقدم الاتنين عشان يلاقي التلات. هي مش بمساواة، انت شخص، هي بتقول كده انا قررت اعيش معاه، يبقى لازم تبقى غالي عليا وابقى غالي عليك، ابقى اغنى عندك من كل اللي حواليك، ابقى مهمة حتى لو ما بتحبنيش وعملتلي بطريقة دي هتعمل ربنا فيا. فاهمين قصدي؟ الجزء التاني هقولكوا الراجل بيدور عليا.